السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دلوقتي بقى جبت لكم الشنط المصري. هبدأ معاكم باول شنطة. دي نو براند، صورتها زمان خالص بس كان اللون مختلف. دي ميزتها ان هي هتليق على كل الالوان. تمام. وهنا قلاب بقى براحتكم خالص. ماشي، نبدأ بقى نشوفها من جوه. خامتها مش هتكلم عنها، اللي جابها بقى كانت الدوشة. خامتها لا يعلى عليها بصراحة، يعني اللي كل اللي جابها عارف هي عاملة ازاي، طرية وخفيفة وجميلة جدا. تمام. بصوا عاملة ازاي، معاها الكروس وجيب من جوه. البطانة بتاعتها مش بتتقطع. ده شكلها. الجيب اللي ورا يعني مش كبيرة قوي، فغالبا مش هنستخدمها غير في الكوينز مثلا. وده الدراع كروس بتاعها، وده الشكل النهائي للشنطة. بجد تحفة. بصوا بقى، انتوا عارفين ان انا عندي عشق للتقليد المصري البراندد. دي شنطة مصري، مش هضحك عليكم، طبعا في فرق في الكواليتي ما بين ان انت تجيب شنطة مستورد او مصري. تمام، مع ان الخامات مستوردة والتقفيل مصري، بس في سنة بتبان انا بعرفها يعني للأسف. يعني ايه، بعرف اطلعها. لكن دي انت ما ينفعش، مش حد يعرف يفرقها ان هي مصري أبدا. يعني تقلها وخامتها وكل حاجة. طبعا البطانة دي بتبقى لنفسنا، احنا اللي بنبقى عارفين ان احنا جاي لابسين شنطة ايه، بس محدش من بره هيشوفها ابدا ان هي مصري. ما تنفعش، سمكها وتقلها والبورتفيه بتاعها وكل حاجة تديك ان هي طبعا برضه السوست مش مختومة، ما فيهاش الحاجات دي، بس الشنطة من بره كده كشكل عام ممتاز قوي يعني صراحة. ماشي معايا بقى اخر شنطة. دي بقى نو براند، بس حلوة قوي، كاجوال، الوانها كلها تحفة. انا اخترت يعني ايه اقرب لون اقدر اوريها لكم وتبان فيها الخامة رهيبة. في ناس بتحب الشنط النو براند. تمام. بصوا بقى من جوه، الايد الكروس بتاعتها اهي، شكلها من جوه. مساحتها كبيرة، ما فيهاش غير سوستة واحدة جوه الاساسية طبعا، ما فيهاش جيب تاني. ده الشكل. نشوف ده بيتفتح، بيتفتح بكليبس، وفي هنا جيب. بجد شنط مصري فكرتها حلوة، خامتها حلوة، يعني الواحد بقى منبهر بيها. يعني عادي دلوقتي الواحد بيلبس شنطة مصري مش بتبان ابدا ان هي مصري. وبكده اكون خلصت الشنط اللي معايا. اشوفكم المرة الجاية مع شنطة او نضارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي شنطة بس نسيت ان انا اصورها، كنت لازم اصورها لكم. بصوا بقى، دي فاكرين الشنطة المايكل كورس اللي نزلت الصورة بتاعت الاوريجينال بتاعتها اهي. طبعا يعني الاختلاف مش كبير خالص. هنبدأ نشوفها من جوه ونشوف البطانة بتاعتها، نفس الشكل تقريبا. بصوا بقى البطانة، يا رب تبان، مش باينة. طب كده اهي كده، فيه بريق من الامل مكتوب عليها مايكل كورس. شكلها عامل ازاي، الجيب بتاعها وسوستة من جوه. استنوا بقى، لا السوست مش مختومة. جيب من هنا بجد جميلة جدا من غير ايد كروس، بس هي مش محتاجة لان هي اصلا واسعة جدا. شكلها تحفة. تمام. بصوا بقى، دي
دي بقى نفس شكل البراند بالظبط اللي اشتراها. يعني كان الكومنت بتاعه ان هو عنده نفس الشنطة دي، ان هي عندها نفس الشنطة دي، والفرق ما بينهم مش كبير، بالظبط نفس الشكل. يعني لو جبتوا الجاس البيضة هتلاقيها هي بالظبط، طبعا مع الاختلافات اللي احنا دايما بنتكلم عليها، ان السوستة مش شرط تكون مختومة، البطانة مش بتبقى مختومة، بس الشنطة ذات نفسها تحفة مشرفة جدا جدا. يعني كل ده شغل مصري محترم قوي الصراحة يعني. تمام. معايا اخر شنطة بقى، الشنطة الكوتش، فظيعة صراحة. هو مصنع محترم قوي. شايفين جيب من هنا، بصوا انا عامه انا عن نفسي مش بحب البطانه اللي هي دي، بحسها بتقطع بسرعه. تمام. يعني الشنطه ممتازه، لو اتغيرت البطانه بتاعتها تبقى بقى ايه عادة الكلام، ما فيهاش اي سوست في اي جنب في اي حاجه. بس هو السوست مش مختومه، مش مشكله طبعا، احنا بنتكلم على مصري. بس الشنطه في المجمل كشكل وخامه وسمك وكل حاجه ممتازه قوي كشنطه كروس ماركت كوتش. كده اكون بقى خلصت خالص ان شاء الله، ما اكونش نسيت حاجه. اشوفكم المره الجايه مع شنطه او نضاره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.